حاليا هو الثاني ب6 نقاط، والثالث الترجي 5 نقاط، والنجم هو في المركز الرابع ب3 نقاط. وهدف جديد ضائع المره دي. ما زالت الثغره موجوده، يعني الحلول لازم يكون في حلول على فريق نادي جوانينج جالاكسي البوتسواني. يعني الصراع هيكون كبير، لكن فرصه كبيره وراسيه جديده مره ثانيه. الهلال الغربال امامنا، يعني بيقدم اداء مميز. الكرات الثابته برضه ستيفان ايبولا، كل كره من ايبولا، والتعامل مع الكرات دفاع النجم النهارده يعني اكيد بيعاني امام الكره. اتلتيكو المباراه القادمه هنا لنادي الهلال في هذا الملعب. فرصه، ولكن تدخل قوي جدا جدا، وممكن فيها ايه؟ فيها بطاقه وغياب عن المباراه القادمه. ادي حمزه شلاسي جايب هدفين، سجل في مرمى الجيش الملكي وسجل في مرمى نادي قسطنطيني. كرة خطيرة جدا، كرة ثابتة، وانذار لحمزة الجلاسي امامنا. اللاعبين المميزين، بديل في تصفيات مع منتخب تونس امام ملاوي 2023 كان اشركه جلال القدري، وكان ايضا اساسيا امام مباراة ساوتومي. طبعا لحمزة الجلاسي ظهوره مع الفريق جاب 4 أهداف على فكرة في الدوري التونسي، في مجموعة اللي فيها فريقه يتلقى الانذار الاول في المباراة ويغيب عن المباراة القادمة، هيغيب عن اللقاء القادم. لسه كنت بقول لحضراتكم الاسماء ومين هيغيب عن مباراة الترجي تبقى عالية ازاي. شوف هذا هو الجمهور الجميل، الجمهور الوفي الجميل. لكن طبعا الشماريخ مش حلوة الشماريخ، ما بنحبش الحاجات الالعاب، لكن وايضا جان كلود عماد الصيني. بص الهدف حلو قوي، بص العرضيه يا جماعه صعبه على علي جمال، والتغطيه الدفاعيه ما كانتش مميزه. لؤي بن حسين لكن الراجل بابا ندياي ده جاي ايه؟ ندياي ده جاي طلقه ضربه راس لا تصد ولا ترد. تبديلين اللي ممكن يدفع بيهم، عنده تبديلين متبقيين. انطلاقه عن طريق خادم، عرضيه حلوه بيلعبها حلوه قوي، لعبها حلوه، لكن اخطاها المره دي ندياي. خطير ندياي، بص خلاص ندياي اللي واخد العمق الهجومي، ولكن يا ولد حمزه الجلاسي 10 على 10. حمزه 10 على 10 رائع. حمزه هو لمس كره، لكن ندياي كرة خادم لندياي، ولكن رائع. الكرة دي يعني كانت لعبة فيها عنف شوية من الاثنين. كرة العالية، ادي خروج الحارس، كمين الحارس عيسى فوفانا، كمين في اللقطة اللي فاتت. الكرة اللي اتعملت امامنا يعني من طبعا ما زال في الملعب، اصابة ممكن تكون لبوجبا. هجمة بقى المرة دي، ادي امامنا الانطلاقة، محاولة المرور والتمرير وفرصة التسجيل. متزمل يا راجل، ضيع ياسر متزمل، ضيع الفرصة اللي كانت هتنهي الامور وتضمن ال3 نقاط وتضمن الحفاظ على اغلى 3 نقاط النهارده في مباراة يعني بعد فرص كانت برضو خطيرة لنادي الهلال. فرصة امامنا هنا، محاولة الوصول، ممكن التعادل. صالح مرهومي. شوف بقى وسط التفوق من جانب فريق الهلال، يأتي التنظيم الهجومي لأول مرة ويسجل التعادل لطوال في وقت مش ممكن. وقلت لحضراتكم النجم بيسجل في اللحظات الأخيرة، عملها في مباراة الذهاب وبيعملها أمامنا اهو. تمريرة حلوة قوي، التمريرة من البديل اللي دخل أصيل الجزيري، أصيل عملها حلوة قوي. وصومي يسجل التعادل مرهومي في الوقت البدل الضائع في هذه المباراة. شوف كرة القدم أحيانا ما تكونش عادلة، لان ما قدمه الهلال لسه بقول لحضراتكم هل ينهي صلاح الدين عادل، ولكن ينتهي اللقاء بتعادل في مباراة اليوم. الهلال فرط في اغلى 3 نقاط واكتفى بنقطة في هذه المباراة، ويصيب جماهيره يعني بالنقطة سلامة كل جماهير الهلال طبعا بعد الأداء المميز طوال المباراة. لكن كرة القدم 90 دقيقة، لاعبي الهلال أضاعوا فرص عديدة. فرصة ياسر متزمل يعني واحدة من الفرص اللي كانت تأكد ال3 نقاط.